تعالى اقولك بقى على اجمل والذ طريقه سردين مخلل هتاكليه في 3 ايام بس. حاجه كده يا بنات خطيره بجد، تحفه. ما كنتش اتخيل انه يطلع زبده وطعمه خطير بالشكل ده. يلا بينا بس نسمي بالله ونصلي على رسول الله. شجعيني كده بلايك وشير للفيديو يا قمر، ولو اول مره تشوفيني يا ريت تعملوا متابعه وتشرفيني. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه عندي هنا كيلو من السردين البلدي، وانا هنا جايباه كان الحجم الوسط ده، تمام، صغنن يعني، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. هبدا اجيبه اغسله كويس قوي واشطفه كويس تحت الحنفيه، وهبدا كده زي ما انتم شايفين انضفه من جوه بالشكل ده. هتنضفيه يا رشا مش هتخلليه، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه جميل جدا. وبصوا هنا بوريكم ان هو ما شاء الله محمر جدا من جوه وكان طازه ازاي. حاجه كده بجد يا بنات، يعني بصراحه تحفه. جبته وغسلته كويس ونضفته من جوه زي ما شفتوا، بس اهم حاجه بقى ننشفه من الميه زي ما شفتوا كده كويس قوي. ابدا هنا كمان زي ما انتم شايفين كده، هجيب هنا بقى بوله وانزل فيها هنا ب3 معالق كبار من الملح، 3 معالق كبار هرميين، اللي هي المعلقه اللي في ايدي بتاعت الاكل العاديه دي، ومعلقه كده من الشطه، تمام. طيب قلبتهم كويس قوي في بعض، وهنجيب هنا البرطمان بتاعنا بقى يكون طبعا متعقم كويس جدا، ما فيهوش ميه ما فيهوش اي حاجه. نزلت فيه كده بمعلقه الاول من الخلطه اللي عملناها، وبعد كده في بوله كده بالشكل ده هبدا انزل هنا بالسمك بتاعي، وابدا انزل هنا عليه كده بنص كميه الملح والشطه بالشكل ده. هديله تقليبه كده في بعضه، واخدين بالكم انا هنا مش بقلبه بقى بمعلقه ولا بحاجه عشان ما يتهريش مني، لان السمك ده بيكون حساس جدا. يبقى هبدا بقى كده احط عليه بقيه الملح والشطه بالشكل ده، وهبدا هنا بقى اقلبه كويس قوي في بعضه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هاتي بقى البرطمان بتاعك كده اللي حطينا فيه من تحت شويه من الخلطه بتاعتنا اللي هي عباره عن شطه وملح مش اكتر. نزلت هنا فيه بالسمك زي ما انت شايفه كده، زي ما قلت لكم كمان لما نضفت بطنه، عارفين انتوا، ولا عامل اي ريحه بقى مش نفاذه كده مش حلوه ولا اي حاجه، وكان جميل وتطلعي كده على الاكل على طول. ابدا بقى هنا اجيب كده البرطمانات، ما شاء الله الكيلو خد معايا برطمانين كده زي ما انتم شايفين. هبدا نفس برضو الشكل، حطيت شويه ملح بالشطه من تحت، وهنزل بالسمك بتاعي بالشكل ده. مليت كده البرطمانين دول، ما شاء الله شكلهم حلو جدا، عايزه اقول لكم كده يتاكل ني. طيب على الوش هنا هبدا بس احط كده شويه من البابريكا، وده اللي ادانا اللون الاحمر قوي في الاول لو خدتوا بالكم وانا بحطه في الطبق. وكمان شويه برضو كده من الشطه كماده برضو اكتر حافظه على الوش، ورشه بسيطه قوي كده من الملح. وهبدا انزل بقى هنا بشويه زيت زي ما انت عايزه، الزيت هنا اختياري، كده كده انت في الاخر اصلا بتكليب الزيت ده، تمام. وقفلي فيه بقى كويس قوي كده، او قفليه كويس قوي، وهتاخديه تحطيه على الرخامه في المطبخ عادي، في مكان عادي في المطبخ لحد لمده 3 ايام. عايزه اقول لك انا فتحت عليه 3 يوم كان خطير بجد. يعني تعدي اليوم اللي انت خلاص سويتي فيه الوصفه دي، هتبداي بقى تعدي 3 ايام وتفتحي عليه، تمام كده، يعني 3 4 ايام بالكتير. وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله بقى تفتحي عليه كده، بصوا الزبده حاجه كده يا بنات بجد خطيره، ولا ريحته جميله جدا، وكمان ما فيهوش ريحه بقى نفاذه ولا في اي ريحه كريهه، بسبب ان احنا كمان بصوا منضفين زي ما انتم شايفين بطنه من اي حاجه. ومدينا بقى اللون الجميل الاحمر، الصوص بتاعه نازل بصوا لونه احمر جدا من البابريكا والشطه والزيت بقى، هو كده مش محتاج اي حاجه. عايز بقى حته بصله كده يا جميل، وكمان شويه ليمون، وعايزه اقول لك بالف هنا وشفا. جربين اليومين دول السردين البلدي مغرق السوق اللي هو الرفيع ده، وهاتيه واعمليه بجد خطير جدا. بتعمليه بايدك كده محدق في البيت، بيفتح النفس وحاجه كده جميله. جربي ان شاء الله هيعجبك يا قمر. اتمنى بقى لو انت اول مره تشوفيني يا ست الكل ما تنسنيش بلايك وشير للفيديو، وكمان ما تنسنيش بمتابعه في الصفحه. جزاكي الله كل خير، بحبك في الله، مع السلامه.